في المسرح الكوميديا المتوقعة أو كوميديا القلش مقبولة جدًا، لإن بشكل كبير بيبقى هو ده المتاح قدامك، خصوصًا وإنها كانت بتبقى مدتها قصيرة مش شبه المسرحيات اللي بتوصل لممكن 3 ساعات أو أكتر، فكان بيبقى في مساحة لصناع العمل إنهم يعملوا أنواع كتير من الكوميديا في مساحة الوقت الكبيرة، عكس الساعة، ساعة ونص بتاعة مسرح مصر. فمن الطبيعي إن الكوميديا تكون سهلة ومتوقعة ومعتمدة اعتماد أساسي على إزاي الممثلين هيوصلوا النكت والpunch lines دي بطريقة كوميدية. طيب إيه المشكلة هنا طالما إن الكوميديا دي مناسبة للنوع ده من المسرح؟ المشكلة هنا إن لما نجوم مسرح مصر ابتدوا يتجهوا للأفلام والمسلسلات، طريقة الكتابة اللي بتخليهم مرتاحين وبتخليهم قادرين يطلعوا إمكانياتهم بشكل أكبر راحت معاهم هناك، ومن هنا ابتدى اللي ممكن نقول عليه فيروس مسرح مصر ينتشر في الصناعة. وعلى فكرة هنا مش بنتقد الممثلين بتوع مسرح مصر أو مسرح مصر نفسه، لأن المفروض إن حتى لو النوع ده من الكوميديا موجود في فيلمين أو 3، الممثلين اللي متعودين يعملوا أفلام الكوميديا بتاعتها مختلفة ما يستسهلوش يروحوا يعملوها. وعشان كده في الفترة اللي نجوم الكوميديا فيها ابتدوا يتجهوا لسكة الكوميديا اللي من النوع ده، كانت الكوميديا اللي لسه متمسكة بالستايل القديم محدش بيقدمها غير الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وأحمد مكي.